السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيدان يريد هذا النجم ليحل محل خامس رودريغيز. ربطت التقارير الصحفية الفرنسية لاعب الوسط كولومبي خامس رودريغيز بالانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي. وقال شبكة لي سبورت الفرنسية أن اللاعب الكولومبي اتفق مع جوزيه مورينيو على ارتداء قميص الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ومن جانبه طلب زين الدين زيدان من بيريز ضم صانع ألعاب نادي موناكو والمنتخب البرتغالي برناندو سيلفا. ويرى زيدان أن سيلفا اللاعب الشاب القادر على منح الحيوية للوسط الملكي بجانب قدرته على صناعة الفارق بتمريراته السحرية التي تشبه لاعب الفريق السابق مسعود أوزيل. الخبر الثاني: جماهير برشلونة تحضر وداعا خاصا للويس إنريكي. قالت تقارير صحفية كتالونية أن نادي برشلونة الإسباني يحضر وداعا خاصا للمدرب الحالي الفريق لويس إنريكي الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي. وسيخوض لويس إنريكي المباراة الأخيرة كمدرب لنادي برشلونة على ملعب الكامب نو يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من الليغا الإسبانية أمام أيبار، بينما يخوض المباراة الأخيرة أمام ألافيس في ملعب فيزنتي كالديرون بنهائي كأس ملك إسبانيا في 27 من مايو أيار الجاري. وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني يحضر وداعا خاصا لمدربه بدخلة تيفو مثل تلك التي تم رفعها في الكاب نو عندما وصل النجم الأرجنتيني ميسي لهدفه رقم 500 مع النادي الكتالوني. الخبر الثالث والأخير: الضرائب الإسبانية تستعد لشكوى كريستيانو رونالدو. قالت تقارير صحفية إسبانية لجنة الضرائب الإسبانية تستعد لتوجيه شكوى رسمية ضد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بتهمة الاحتيال الضريبي. قال صحيفة الكونديفيسال الإسبانية أن لجنة الضرائب في إسبانيا على وشك وضع اللمسات الأخيرة على الشكوى التي سيتم توجيهها للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد. وكانت التسريبات قد أكدت أن البرتغالي تهرب من دفع 150 مليون يورو للجنة الضرائب في إسبانيا في فترة ما بين 2009 وحتى 2015، والتي تم تهريبها إلى جزر الكاريبي التي تعد ملاذا من الضرائب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.